سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الفيديو ديال اليوم غيكون ان شاء الله قصه ديال وحده من المتتبعات الغزالات ديالي، واللي غادي تبرد لكم الغدايد وغادي تشوفوا فيها المغربيات الحرات علاش قادات. الحاصل بلا ما نطول عليكم اكثر وندوزو مباشره للقصه ديالنا. سلام، سميتي ابتسام، والقصه ديالي غتبدا من عند جداتي كانت واحد السيده اللي آية في الجمال تبارك الله. كانت عايشة وسط أسرة فقيرة بزاف العروبية، ما كان عندهم لا بهايم ولا بقر ولا حتى شي حاجة من غير واحد الدويرة صغيرة. جداتي كانت هي الوحيدة عند والديها. مهم كانوا مقاتلين مع الزمان، كل مرة فين خدامين، مرة في الفيرمات، مرة عند الناس، مهم مسلكين ويالله مدبرين ما ياكلوا ويشربوا. والصراحة كانت واحد الحياة اللي مكرفسة بزاف. نهار كبير عندهم هو فاش كيدبر عليهم شي واحد بشي شويه ديال الخضيره هكا يقادوا بها شي طويجين. الحاصل وما فيه، هاد جدتي كانت واحد المراه اللي عاطيه العين، واخا باقا صغيره ولكن كانت كتبان فاخره، يعني كبر من لاج ديالها، وكانت هي البوكوسه ديال هذاك الدوار. انسانه معقوله، ما عندها لا معبسله ولا مع تخلويط. نسيت ما قلت لكمش بعدا، جدتي راه عندها 12 عام ديك الساعه، واخا في هذاك السن حتى هي خرجت مقاتله مع الزمان، كديباني مرة تخدم في فيرما مرة ما تخدمش، نظرا للظروف المعيشيه القاسيه. حتى لواحد النهار شافها واحد السيد وعجبته بزاف. هاد السيد كانت الخدمه ديالو هو كيجيب السلعه وكيبيعها في داك الدوار. يعني مره كيجيب بيجامات، نيسلات الى اخره. ايوا صافي، قلت لكم غير شافها لصقها للسيق ومشى لدارهم باش يطلبها. وبما ان المعيشه ديالهم كانت على قد الحال، كانوا والديها صراحه باغيين غير يفكوها، وما صدقوا ملي جا هاد السيد باش يزوجوها ليه. ايوا يا سيدي، داكشي اللي كان داروا النهار، دوزو داكشي باش ما عطا الله ومشات. هاد السيد كان كيتعامل معاها مزيان في الايام الاولى، دازت ديك 7 ايام ديال الباكور كيف ما كيقولوا. ايوا السيد ولا كيضربها ويعنفها، وخديك المعاناة كاملة بقات صابرة معاه. دازو الأيام، ولدت معاه وليد، وبقات نفس المعاناة والحقرة حتى دازت 3 سنين. هي جدتي كما قلت لكم زوجت صغيرة وغير بالفاتحة، يعني دابا ملي دازت 3 سنين زائد داك العام ديال الزواج اللي ولدت فيه، راه دابا تكون عندها ديك 16 عام. ايوا هي هذيك صافي صبرت سالا. واحد النهار وهي تنوضها معاه، بقات عليه هضره مني هضره منك، قلت لي انا عييت من هاد المعامله، خليني ولد الناس نمشي غير لدارنا. قال لي ايوا سيري، ولا لقيتي زعما الا لقيتي بعدا شكون يديها فيك، ولا لقيتي بعدا غير ما تاكلي يا الفاعله يا كذا، المهم ما خلى فيها غير اللي نسى. قال لها انت داركم غير لاحوك ليا وتهناو منك ولصقوك ليا وكذا وكذا. مهم شبعها هضرانيت. ايوا صافي، قالت ليه طلقني ما طلقني، قال لها شوفي غنجي نلقاك درتي ودرتي وكذا، وكيتامر عليها زعما على اساس يخرج من الدار، وفاش يرجع يلقاها وجدت ليه وداك الشيء. صافي السيد خرج من هنا، جدتي جمعت حوايجها، هزت ولدها وخرجت من هنا. وقبل ما تخرج هزات ليه بعد فلوس شي بركه هكا باش ديباني. المهم هي هذيك هربت، بقات غاديه، طبعا ما مشاتش عند والديها باش ما يلقاهاش، مشات كتقلب زعما على خدمه. وصلت لواحد الفيلاج بعيد على داك الدوار، قريب شويه للمدينه. لقات واحد الدويره غير بسيطه، كراتها وبقات كتقلب على شي خدمه. هي هذه كتقلب حتى لقات واحد السيد كبير في السن، كان انسان اللي الله يعمرها دار، كانوا كيعيطوا ليه الحاج، وزعما معروف عليه انه كيدير الخير كيعاون الناس. هو كانوا عنده فيرمات، وهي ملي مشات كتقلب على الخدمه زعما حدا داك الفيرمات، لقاتو تما، سولاتو عاودت ليه القصه ديالها. شافها بقات فيه الصراحه، هزه ولدها في ظهرها وكتبان بلي ما عندهاش. صافي قال لها شوفي بنت الناس، الصراحه حاليا ما عنديش خدمه، يعني ما كاينش شي بلاصه خاويه، ولكن الا كنتي كتعرفي طيبي، انا عندي العمال هنا في الفيرما، انت غتولي مسؤوله على الماكله ديالهم، طيبي للناس وهذا صافي، يعني الخدمه ديالك غتكون غير في الكوزينه. قالت ليه مزيان الله يرحم الوالدين. وبصح داكشي اللي دارت، بقات خدامه تما، ما كانتش تماره بزاف، يعني غير شويه ديال الطياب وصافي. صافي هذيك دازت 6 سنين، ولدها ولات عنده 9 سنين ديك الساعه، وحتى هو دبر على خدمه تما، كان غير مره كيسرح البهايم كل مره وشنو كيدير.
وكان ظريف بزاف ومطيع وكيسمع الهضرة. مهم الله يعمرها داري. ديك الساعة جداتي عندها 21 عام ومع ولات عايشة في الخير وتما المواكل تبارك الله كيبقاو غير شايطين والخيرات. ايوا السيدة زادت تبانت وزيانت وما بقاتش في القهرة. وكما قلت لكم انا جدتي راه اصلا زوينة زعما رغم الظروف اللي كانت عايشة فيها، ودابا كتر من اللي تحسنت المعيشة وداك الشي. المهم داك الحاج مول الشي كان خدام عنده واحد الراجل كيجي كياخد الصناديق ديال الخضرة والفواكه وداك الشي كله كيهزو عنده في الطوموبيل باش كيديه للمدينة وكيفرق على الحوانت. هاد السيد شافها واحد النهار وحماق عليها، وهاد الراجل كان مربي واحد البنت حيت كانت ميتة ليه المرأة. وهداك ولد جدة كان كيعرفو هاد السيد ما حيتاش كيشوفو كيعاونو كيكون خدام حداه وكيجي يهدريف الله يعمرها دار. وكان فيما كيشوفو كيقول ليه انت غادي نزوجك بنتي. وفعلا داكشي اللي كاين. كبر الوليد شويه زوجو بنته ومن بعد مشى عند جداتي قال لها انت كتعجبيني وبغيتك الحلال صافي هذيك وافقت تزوجوا حتى هما. وهاد السيد كان مسك عليه الله وكان عنده الخيرات ديالو تبارك الله. كانت عنده دار كبيره بزاف. ايوا صافي مشاو بقاو عايشين دازو الايام ولدت معاه 3 ديال الدراري وبقاو هكذا كثير يا ايام وجي ايام. مات الراجل وخلى مراتو ديك الدار مراتو اللي هي جداتي راكم عارفين. ورثت الدار من عنده حيت ما كان عنده حتى شي واحد اللي ورثها. صافي قالت شنو غندير ما شنو غندير غنجمع وليداتي. وفعلا داكشي اللي دارت شدات ديك الدار قسمتها بنات لكل واحد بيتو وكوزينتو وكذا. المهم عزلت ليهم قسمت ليهم باش فاش يتزوجوا يعيشوا كاملين مجموعين. وجابت حتى ديك ولدها الاول اللي كان تزوج بنت هذا الراجل سكنته معاها. صافي بقاو هكاك. ماتت جدة بقاو ولادها مجموعين تزوجوا وداروا وليداتهم وكذا. الصغير في ولاد جداتي هو بابا انا واللي ولدنا بستة بينا 3 ديال البنات و3 ديال الدراري. وهنا غادي تبدا قصتي. كيف ما قلت لكم سميتي ابتسام. كبرت وسط أسرة فيها الحب. كبرنا بابا في دار جداتي وسط الأراضي في العروبية. كنا شعبيين. بابا كان كيشري الأراضي وكيبيعهم. كان مقاتل مرة كيشري الغنم مرة البقر وكيعاود فيهم البيع. المهم بابا كان تكرفص ديال بصح كتر من خوتو باش يخلينا نعيشو في مستوى اللي مزيان. وفعلا بابا كبر الثروة كان جمع شي بركة مزيانة من الفلوس والأراضي حتى لواحد النهار مرض بالسرطان. شنقول لكم البنات بكينا وبقى فينا الحال وحنا بقوة ما كان بابا عزيز علينا بقينا كنبيعو كنصرفو على المصاريف ديال المرض ديالو. بقينا كنبيعو في الأراضي وكل شيء حتى ما بقى عندنا والو البنات. وللأسف حتى بابا مات. صافي ديك الساعة دار خويا الكبير باش يمشي للمدينة دبر على خدمة وكرا واحد الدويرة. جاب عنده خويا الاخر وبقى حتى جابنا كلنا للمدينة. جمعنا في دار واحدة وبقى كيصرف علينا وما بغاش حتى يتزوج. قال بلي ما نقدرش نتزوج ونجيب شي وحده تخاصم ليا مع خواتاتي. خويا مسكين كان الله يعمرها دار وكان حاط راسو بمثابة الاب ديالنا وكان هاز المسؤولية ديالنا. بقينا غاديين هكذا. زوج اختي الاولى واختي الثانيه وزوج حتى خوتي الدراري بزوج. صافي بقيت غير انا خرجت كنديباني راسي كنقلب على خدمه حتى لقيت واحد الخدمه في الوزين ديال الحوت. هذيك دخلت بقيت كنديباني كنتقاتل حتى لواحد النهار جايه من الخدمه تلاقيت واحد السيده جارتنا. هذيك السيده كانت سلمت عليها كي دايره لاباس وكذا وهي تقول لي اختي ابتسام عافاك بغيت نطلب منك واحد الطليبه راه جايين عندي شي ناس ضياف وكذا بغيتك تعاونيني الله يرحم الوالدين. صافي قلت لي عافاك لما اجي عندي طيبي معايا وداك الشيء. قلت لها انا واخا ما كاين حتى شي مشكل. صافي هي هذيك العراضه كانت بنهار الحد انا ما خدامش مشيت عاونتها جري من هنا جري من هنا حتى داز داكشي كامل. جا واحد النهار جات عندي ديك جارتي نيت قالت لي يا فلانه راه داك النهار شافك واحد ولد دوك الناس اللي كانوا عندي ضياف وداك الشيء وراه عجبتيه. صافي تلاقيت مع السيد تفاهمنا تزوجنا كلشي داز مزيان. بقينا معاونين على الزمان. بعدا سكنت في دار عكوزتي
كانت هي وشيخي وبناتها وجوج ولادها ودراري زائد الولد اللي انا تزوجت به. المهم دازو الايام، انا كنمشي لخدمتي وكنجي راجلي حتى هو بحال هكاك، حتى لواحد النهار حملت ولدت بنتي الاولى، دازت عامين ولدت بنتي الثانيه. صافي بقيت كنربي في بنياتي وهادي مسلكه. بالنسبه لعائله راجلي كانوا الصراحه كل واحد شاد تقارو، والدار كانت كبيره فيها السفلي اللي كانت فيه كوزينه تواليت وشي بيوت من ضمنهم بيت عكوزتي وشيخي، والفوق كان فيه جوج صالونات كبار مفتوحين على بعضياتهم والبيت اللي كان ديالي. وبالنسبه لبيتي انا كنت كنطلع غير نعس فيه، اما لتحت كنا كنطيبو وكنا كناكلو مجموعين وكل شيء. الحاصل بقينا هكذاك نفس الروتين كيتعاود حتى لواحد النهار جايه من الخدمه يلا دخلت للدار كيبان لي لوسي خو راجلي هز رجلو حتى للسما ودفع بنتي واحد الدفعه حتى جات على وجهها. وبنتي هذه اللي كندوي لكم عليها راها عندها 3 سنين البنات، 3 سنين. وتخيلوا معايا واخا هاد البنت ما نعرف شنو تكون دايره. عرفتو ما حسيتش براسي حتى بديت كنغوت عليه، قلت ليه شكون عطاك الحق تضرب لي بنتي؟ مازال ما تزادش من كرش مو هذا اللي غيهز عليها يديه. قال لي ايه انا غنضربها يا الفاعله يا التاركه يا العروبيه، وبقى كيسب فيا البنات شي هضره نحشم نقولها حيت غير تخسر الهضره. السيد تفرقع بحال كانت خاصها غير السبه. ايه وقال لك حنايا خونا هزك من الخنز اللي كنتي عايشه فيه، جاي مغبر علينا الدنيا، ما لقى ما يجيب لينا للدار يوسخها. مهم البنات ما خلى فيا غير اللي نساه، انا هضره هو 10. ايوا ناض كملها وجملها تفلي على وجهي حاشاكم. وقال لي واحد الهضره كما كيقولوا ما تهزش بعود ما فيها ما يتسمع. ايوا هي هذيك ديك الهضره من فمو لودن راجلي. السيد يلاه داخل حتى كيشوف الروينه وكيسمع داكشي اللي كيتقال. دات الروينه تشدوا مع بعضياتهم، هذا يضرب الاخر يضرب. بداو كيفكوا فيهم. نوض شيخي بدا كيغوت عليا، قال لي انتي السبب ما انتي السبب، منوضه الفتنه بين الخوت، انتي اللي جبتي ليهم صداع وكذا. ومع العلم البنات ان هاد شيخي فاش كان لوسي كيضرب بنتي هو كان حاضر وكيشوف وما دار حتى شي ردة فعل. قال لك سيدي عمها يضربها وما يخليش اللي يضربها. ياك سيدي البنت عندها 3 سنين يضربها بديك الطريقه واخا تكون قاتله لك روح. المهم هما في الاصل هاد ولدهم كيفضلوه على راجلي، يعني واخا ما عرفت شنو يدير ديما كيبان ليهم بريء وديما كيزيدوا معاه. المهم السيد ما خلى فيا غير اللي نسى، دار فيا دار في ولدو، وبطبيعه الحال ولدو اللي منوض هاد المعمعه كامله كاع ما دوا معاه. المهم جرني راجلي من يدي داني للبيت قال لي جمعي دابا الحوايج غادي نمشيو من هنا. قال لي انا غنخرج واحد الساعه ديال المكانه نجي نلقاك جامعه كل شيء. صافي هي هذيك خرج راجلي دبر لينا واحد الدويره على قد الحال، هزينا حوايجنا ومشينا ليها. كنا كنخلصوا 1500 درهم للشهر. هي هذيك دوزنا واحد المده غادي لشي عام ونص تقريبا. كنا في هاد المده كلها قاطعين معاهم، هما ما كيجوا عندنا وحنا ما كنمشيو عندهم، لا عيد ولا مناسبات. حتى جاتنا خبر شيخي باللي مريض وكيسول علينا، مشينا عنده شفناه وداكشي. قال لي اسمحي لي يا بنتي ظلمتك وهذا وكنتمنى زعما خاطرك يصفى من جهتي. سامحت معاه وقلت لي زعما كون هاني انا والله ما هزه في خاطري من جهتك والله يسامح ليك. صافي ما دازت عليها حتى سيمانه حتى سمعناه مات. مشينا عزينا دوزنا معاهم ديك الاجواء ديال الحزن وطلع ونزل. مهم رجعت للدار واحد اليومين وهي تجيني ابل. هاد لابيل كانت من عند عمة راجلي. الو ما الو لاباس كدا؟ قالت لي يا فلانه راه هذاك لوسك كتشكى ليا منه، قالت لك العزا ديال باه والسيد كاع ما في هاد العالم جالس كيصبغ هالسطح هالدروج ويقاد من هنا ومن هنا. وهاد الشي قالت لي العزا راه كاين في الطبقه التحتانيه، يعني السفلي ديال داك الدار، وهو السيد مشغول ما عندوش الوقت حتى يبكي، هذا زعما راه باه اللي دافع عليه. المهم قالت لك السيد راه كيفكر مع راسو يضربها بالتزويجه، وهو كان كيزرب زعما باش ديك الفوق ديك الدار الطبقه الفوقانيه كيصلح فيها باش زعما يستولي عليها، يجيب تما مراته وداك الشيء.
ايوا يا سيدي، ناض خدا داك التخربيق ديال البيت النعاس كامل، شرا كلشي جديد وبدا كيدخل البيت اللي كنت انا كنبيتي. المهم كانت عاودت لي هادشي وقطعنا الابيل. صافي مشيت انا عند راجلي، قلت ليه شنو كاين وشنو كاين. قلت ليه شوف، غادي تنوض دابا غتمشي عند ماماك وغتقول ليها انا غنرجع نسكن معاكم، زعما نعمر عليكم الدار، با راه مات وهذا. مهم راكم عارفين. ناض راجلي داكشي اللي دار، مشى عند ماماه، هدر معاها، قالت ليه شوف ولدي انا ما جريتش عليك، بالعكس من حقك ترجع تسكن. صافي رجع عندي، قال لي يلا دابا جمعي حوايجك ما نزيدوش نتعطلوا. صافي عيطت لمرات خويا، جات عندي، عاودت ليها قلت كتجمع معايا وداكشي. وهذيك الليله ما بتنا حتى بتنا في دار راجلي. ايوا صافي مشينا، خديت في يدي شي حاجات نتوما ما ديال الخير، حطينا داكشي. كانت عمة راجلي تما، عكوزتي، جلسنا مجمعين ضاحكين حتى كيدخل السيد وكيتصدم صدمة العمر. بعدا نسيت ما قلت لكم، بما ان بيتنا كان عامر بداك التخربيق اللي شراه هو، شدينا حنا داك الصالون الكبير، هزينا هادوك السدادر ديالو، حطينا شي فوق شي، وتما كنا فرشنا فراش ديالنا، حطيناه، قدينا كلشي وصافي. قلت لكم دخل خونا تصدم، جرمو بقى كيتغاوت معاها وعلاش يجي وما علاش يجي وكذا. قلت ليه شوف، انا ما عندي ما نقول ليه، كيف ما انت عندك الحق حتى هو دار باه وعنده الحق، انا ما تدخلونيش في المشاكل. المهم صافي فقسناه مزيان، علينا دازو شي ايام، السيد كيسحب لكم داب، بالعكس على ما تزادوا فيه، ولا كيدوز ويشعط الباب، كيستفز راجلي، مرة كيضرب البنات. وحدا راجلي بالعاني، حيت هو اصلا كان الهدف ديالو هو يخليه يضربو باش يدخلو الحبس. المهم حلف السيد ما يخلينا نعيشو مرتاحين. صافي عيق بدوك التصرفات حتى طلع لي الدم. مشيت عند عكوزتي واحد النهار وتبريت فيها، قلت لها شوفي غدوي مع ولدك، حيت انا نهار نديرو في راسي والله ما نعقل عليه. قلت لها الا ما نقطع حوايجي ونخرج للزنقه ونطيح عليه الباطل، ما تسمينيش انا ابتسام. قلت لها وداك الباطل اللي ناوي يطيحوا على راجلي، الا ما نسبقوا ليه فين ما شفتي هاد الوجه دفلي عليه. ومشيت خليت السيده جاعره. المهم مشيت بحالي، وبدا راجلي في الاول ملي كنا يلاه جينا كان كيصلح السطح وقاد لينا فيه كوزينه على اساس باش نعزلو، ولكن ملي زاد فيه حلفت لا خرجت ليه من تما. خليت ديك البلاصه اللي كان بنا راجلي في السطح وبقيت كنحط فيها غير الحوايج اللي زايدين، اولا الا عندي شي حاجه معمره عليا الدنيا كنديرها تما وصافي. في هذيك الاثناء راجلي مشى سول وعرف باللي الطبقه اللي الفوق من حقه هو وواحد جوج خواتات وبنات. صافي جا راجلي ديك الساعه فرع ديك الباب اللي كان داير فيها لوسي البيت، وخدا دوك الحوايج كاملين اللي حاطهم تما، الماريو وداك التخربيق ديالو كامل، وحطوا ليه في الدروج. جاب واحد السيد قاد ليه في ديك البيت كوزينه وكل شيء، دخلنا حوايجنا وكملنا. السيد فاش جا ما قدرش يهدر، حيت هو اصلا كان عارف ان حقه في الورد كان في الدار السفليه، يعني الطبقه الاولى. واصلا هاد لوسي ملي كان باه باقي في الحياه كان كيبني في دارو، يعني هو اصلا مديباني راسو، غير بالعاني باغي يحرم علينا العيشه وصافي. المهم دازو الايام، السيد مشى تزوج، فرج دارو، والعرس دارو في الدار هادي اللي ساكنين فيها حنا دابا، غير هو دارو في الطبقه التحتانيه. المهم ايام العرس انا نضت هزيت ولادي، جمعت حوايجي ومشيت بقيت عند ماما دوك الايام حتى داز كلشي، حيت انا حلفت ما نحضر ليه العرسو. صافي بقينا هكاك، دازو شويه الايام، كنت جمعت شويه ديال الفلوس وبقيت كندير دارس ديال 2000 درهم، كنجمع من هنا وكنتقاتل من هنا. جمعت راسي حتى سمعت واحد النهار بلي باغيين يبيعوا الدار اللي ساكنين فيها. نضت انا تفاهمت مع خواتات راجلي وقلت لهم داكشي اللي جاكم في حقكم انا غنشريه، يعني باش تولي عندنا الطبقه الفوقانيه كلها. صافي وافقوا، داكشي اللي درت، خديت ديك الطبقه، واخا هداك لوسي كان معكس في الاول ولكن في الاخر ما صور حتى شي حاجه. وصافي البنات من داك النهار تهنيت الصراحه فاش خديت ديك الطبقه الفوقانيه، وبقينا عايشين بخير. هو عايش في دارو بعيد، مراته ما بقاش يخليها نهائيا انها تجي زعما لدار عكوزته وداك الشيء. صافي انا بقيت مزيانه مع كل شيء،
وعايشة حياتي بخير والحمد لله. وصافي هذه هي النهاية ديال قصتي. شنو بان لكم البنات؟ واش هادشي اللي درت كان عندي فيه الحق؟ واش انا غلطة ولا لا؟ عطوني رأيكم، غادي نقرا لي كومونتير وشكرا لكم.